ازيكم يا اولاد؟ من فترة مش طويلة كده كنا عملنا حلقة عن ماتش مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية. كنا حكينا فيها كم المعاناة اللي كانت بتقابلنا في الماتش ده، وكمان كمية الضغط والإجهاد والزعل اللي شفناها. بس ده مش الشيء اللي احنا عايزينه او اللي هنتكلم عنه بالظبط. احنا ممكن نقول احنا خسرنا بطولة، ودي كانت تاني بطولة نخسرها في اخر 3 نسخ، برضه ما صعدناش كاس عالم. بس الشيء الوحيد اللي كان ثابت في كل المواقف دي اننا في الاخر كجمهور كنا بنشوف اننا كنا نستحق اكتر من كده. طب ازاي ده يحصل واحنا من الاساس ادائنا كان وحش اصلا؟ يعني مثلا اخر بطولة واللي كانت في الكاميرون لعبنا قدام نيجيريا اسوأ ماتش ممكن تشوفه منتخب مصر من زمان قوي، يعني ممكن ما تفتكرش ماتش اسوأ منه. وحتى لما كسبنا غينيا بيساو والسودان وصعدنا كتاني ما كناش مطمنين، لاننا عارفين ان مش دول اللي هيوصلونا للي احنا عايزينه. تخيل بقى ان احنا عايزين من دول افريقيا وهم اصلا كسبانين غينيا بيساو والسودان بالعافيه. والراجل البرتغالي كان عمل كام حته كلاشيه كده ملهاش لازمه، كان هلفظ بكلمتين وقال ان مش هدفه كاس الامم وانه جاي عشان الصعود لكاس العالم. ساعتها الناس والاعلام هاجوا عليه، الدنيا كانت بتتكحرت اكتر واكتر، وحتى الحظ والقدر مش سايبين لنا فرصه، جايبين لنا كوت ديفوار عشان نقابلهم في دور ال16. وبعدين بقى دول 90% منهم محترفين، يعني اللي بيلعب في ايطاليا، اللي بيلعب في اسبانيا، اللي بيلعب في انجلترا، اللي بيلعب في تركيا. وده غير كمان ان هم كانوا لسه كسبانين الجزائر اللي ما كانش حد يعرف يكحل عينهم 3-0 في المجموعات. بس في لقطه هنا بقى، صلاح والكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي اللي هو قبل ماتش كوت ديفوار. نصيحه ليا، لو انتوا شايفين ان انا واحد نجحت بره في الاحتراف، خليك ورا منتخب مصر. ما تشجعش لعيب بعينه، ما تشجعش فريق بعينه، ما تشجعش يعني بتوع الاهلي ما يشجعوش الاهلي ويفضلوا يتكلموا على لعيب واحد مدى البطوله. بتوع الزمالك ما يشجعوش الزمالك، نفس الكلام. لو حد بيحب صلاح ما تكلمش على صلاح مدى البطوله، اتكلم على منتخب مصر. انت بتلعب باسم الناس، هنا بتلعب باسم مصر. على قد ما هو كان كلام بس كان مهم واحنا كنا عايزينه، اذا كان جمهور او لعيب. ممكن نقول انها كانت نقطه تحول كبيره جدا، وترتب على كلامه ده ان اللعيبه بتظهر شخصيتها ضد الماتش الجاي المغرب، واللي ما يختلفوش كتير عن كوت ديفوار. نفس الكلام برضه عندهم لعيبه كتير، وكمان معروف ان المغاربه وشمال افريقيا عامه صعبين لان كورتهم منظمه اكتر من وسط القاره. لكن الاعجاز اللي حصل اننا بعد ما كنا متاخرين 1-0 نقدر بمشيئه ربنا اننا نكسب 2-1. وازاي ما تفهمش وما تعرفش، لعبنا شوط اول زفت، دخلنا وخرجنا على الشوط الثاني بقينا نينجا، اتعادلنا وفي الوقت الاضافي بنسجل الثاني، وبمشيئه الرحمن بنحط رجلينا في نص النهائي قدام الكاميرون، ومن بدايه زفت قدام نيجيريا لنص نهائي الكان. وكمان وده الاهم على حساب منتخبين زي كوت ديفوار والمغرب، وفي ظل ان الناس بتخبط كف على كف وفي حاله ذهول من اللي بيحصل. بس ماتش الكاميرون ده غير، مش لان الكاميرون اقوى من اللي قبلهم، لا خالص، ده لان الكاميرونيين بيشغلوا دماغهم من اول البطوله، حوارات وحاجات قرف عليهم وعلى اللي خلوهم ينظموا وش كده، عايزين ياخدوا البطوله عافيه اذا كانت بالسلم او بالحرب. حتى الحكم اللي حاطينه مشكوك في امره وسمعته سابقاه، وكل ده غير ان الكاميرون كانوا كسبانين اخر لقب ليهم على حسابنا 2017. يعني من الاخر لعيبه لازم تطلع 200% من طاقتها، غير ان احنا كان معانا مدرب سبارسي فاهم يضغط عليهم امتى، كله بالاعلام. الماتش ده كان معروف ان كورته هتبقى قليله، احنا هنتلكك على اي حاجه ونقع في دور المظالم كتير، وده يخلي عليهم الضغط مش هين. وده لان احنا لو ما عملناش كده من الاول وذبحنا لهم القطه هيقطعونا. وبعد كل ده المصري بيحكم بجبروته وبنكسب 3-1 بضربات الجزاء، ما هي بالمخ مش بالشطه. وبكده منتخب مصر يكون وصل لنهائي الكان ويقابل اسود الترنجة السنغاليه. وبعدها اكيد انتوا عارفين ايه اللي حصل. بس بعيدا عن اي شيء احنا عارفين ان ده اخر اللعيبه دي. المنتخبات اللي قابلناها كانت شديده، لكن احنا الرجوله والتوفيق كانوا اجدد. فنيا احنا يعتبر ما قدمناش حاجه خالص، ممكن نقول ما قدمناش حتى 10% من اللي معروف عن منتخبنا. لكن الروح كانت شايله كتير، لكن اللي جاد والتعب كانوا اكتر واكتر. وخلاص احنا خسرنا، المفروض نتعلم بقى، وكمان بقى عندنا خبرات كتير، المفروض بقى نعوض خسارتنا في كان كوت ديفوار. بعيدا عن اللي قاله فيتوريا، هو يقول اللي يقوله، احنا ممكن نحسبها ان هو بيقلل الضغط عن اللعيبه وبيقول علني كده انه ما بيوعدش بالفوز افريقيا. طب ما جيروش قالها قبل كده؟ الناس دي اكيد مش بالسذاجه دي. الراجل ده واخد 27 لعيب، بعيدا بقى انت متفق مع اختياراته ولا لا، لكن كلامك مش هيغير شيء، هو صاحب القرار. بس ربنا ما بيضيعش مجهود حد،
في ناس قالت ازاي ياسر ابراهيم افضل مدافع في مصر حاليا ما يروحش المنتخب. سبحان الله، راح مكان اسامه جلال اللي اتصاب. غير كمان مهند لاشين اللي الناس كانت بتطالب بضمه برضه، واللي راح مكان كوكا اللي اتصاب برضه. وبكده الناس شايفه ان الكفه اتعدلت نوعا ما. شايفين ان في لعيبه اتظلمت، في لعيبه اتظلمت بالنسبه لارقامهم اخر فتره، لكن الراجل تحمل المسؤوليه كامله وقالها بالبنط العريض انه واثق في اختياراته واللعيبه اللي اختارها. واحنا عندنا مثل بيقول كل واحد بيشيل شيلته، يعني لو حصل حاجه الليله كلها هتكون بتاعتك. واحنا ما عدناش حمل تجارب، اللعيبه دي يلزم ان شاء الله انهم يرجعوا بالسنيوره السمراء من قلب ابيجان. ملناش فيه بقى بفنيات بحبشتكنات، احنا اللي احنا عايزينه ان احنا نفرح ونزود الغل. طبعا افريقيا دي ادمت بقى، احنا عايزين التامنه. وهنا ممكن نقول ان الفيديو خلص. اتمنى تعمل لايك وسبسكرايب او فولو، وتنزل تعمل كومنت بسيط تقول لنا فيه ايه اللي ممكن منتخب مصر يحققه افريقيا كوت ديفوار 2024. سلام يا زعيم.